السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم قبل مباراة الزمالك وسموحة جولة ال17 تقريبا 14 15 يعني. المهم الزمالك وسموحة في الدوري المصري. ليه أنا مش عارف الجولة بالظبط، لأن لو بصيتوا على جدول الترتيب هتلاقوا في فرق لعبت 17 ماتش، في فرق لعبت 16، في فرق لعبت 15، في فرق لعبت 14. ودوري متكون من 21 فريق، فما حدش بقى عارف هي الجولة الكام. المهم الزمالك هيلعب النهارده مع سموحة الساعة 8 بتوقيت القاهرة على ملعب استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية. الزمالك عامل معسكر هناك في الإسماعيلية لماتشين، ماتش سموحة وماتش كايزر تشيفز. ماتش سموحة النهارده الساعة 8 وماتش كايزر تشيفز إن شاء الله يوم السبت. المباراة النهارده ضمن يعني مباراة من المباريات اللي بتكون خلال شهر 2. الزمالك عنده حوالي 6 ماتشات في حوالي تقريبا 10 أيام أو أسبوعين تقريبا. يعني الجدول مضغوط جدا، وكل ماتش والتاني بينهم يومين بس. الموضوع صعب جدا. المباراة النهاردة مهمة جدا لأن الزمالك محتاج يبقى موجود دايما في المركز التاني على الأقل علشان المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا السنة الجاية. استغلينا الحمد لله الجولة اللي فاتت تعثر بيراميدز وتعثر الأهلي وتعثر المصري، وفوزنا على قناة الإسماعيلية 5-2. النهاردة محتاجين إن احنا نكمل مسيرة الفوز في الدوري عشان نحافظ على المركز التاني. طبعا أنا مبسوط إن الماتش على استاد هيئة قناة السويس، لأن ملعب ممتاز جدا، أرضيته ممتازة جدا، والزمالك دايما بيلعب عليه كورة كويسة. لو جينا لقائمة نادي الزمالك إن شاء الله النهاردة الماتش سموحة، ففي حراسة المرمى بيغيب محمد عواد الماتش الثالث أو الرابع على التوالي بسبب المشكلة اللي عملها والعقوبة اللي اتعملت على عواد. حراسة المرمى محمد صبحي، مهدي سليمان، محمود الشناوي، محمد عبد الفتاح. بس محمد صبحي بيعاني من إصابة إلى حد ما، فبنسبة كبيرة اللي هيستمر في حراسة نادي الزمالك النهاردة هو المهدي سليمان اللي كان واقف في ماتش زيسكو، هو اللي هيكمل النهارده قدام سموحة. خط الدفاع عمر جابر اللي بيرجع من الإصابة، محمود الونش، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمود بنتايج، أحمد فتوح، السيد أسامة، محمد إبراهيم، أحمد خضري. خط النص أحمد ربيع اللي بيرجع من الإصابة، محمد شحاتة، محمد السيد، إيشو، يوسف وائل الفرنسي، محمد حمد، عبد الله السعيد، أحمد حمدي، خوان بتزيرة، تشيكو بانزا، أحمد شريف. وخط الهجوم ناصر منسي وسيف الجزيري اللي بيرجع من الإصابة، عدي الدباغ، وأيمن أمير عبد العزيز. في بعض اللعيبة اللي الحمد لله رجعت من الإصابات اللي كانت موجودة، اللي كان عنده برد واللي كان مصاب واللي ما كانش جاهز ومش عارف ايه. في لعيبة كتير رجعت زي ما قلنا، عمر جابر، بنتايج، أحمد ربيع، شيكو بانزا، بتزيرة، سيف الجزيري. في بعض اللعيبة ممكن نشوفها النهاردة في ماتش سموحة، وفي بعض اللعيبة لأ. منهم فتوح وبنتايج بنسبة كبيرة ممكن صعب نشوفهم النهاردة. أحمد ربيع هو اللي ممكن نشوفه، عبد الله السعيد ممكن نشوفه، بتزيرة وشيكو بانزا ممكن نشوفهم، سيف الجزيري برضو ممكن نشوفه. بالنسبة للتشكيل المتوقع لمباراة النهاردة، ده كان تشكيل ماتش الزمالك وزيسكو اللي خسرناه للأسف 1-0. كان مهدي سليمان، محمد إبراهيم، الونش، عبد المجيد، خضري باك شمال، يوسف وائل الفرنسي، محمد إسماعيل، أحمد حمدي، والدباغ ومنسي وأحمد شريف. بالنسبة لماتش سموحة النهاردة، هيستمر بنسبة كبيرة مهدي سليمان في حراسة المرمى، هيستمر محمد ابراهيم بنسبه كبيره باك يمين لان عمر جابر لسه راجع من الاصابه، ما اعتقدش انه هيبدا اساسي. الخضري هيستمر بنسبه كبيره باك شمال، عبد المجيد والونش. يعني خط الدفاع بحراسه المرمى هيبقى زي ما هو، مش هيتغير. نص الملعب هو اللي ممكن يتغير شويه، ممكن نشوف محمد اسماعيل وجنبه عبد الله السعيد، ممكن نشوف محمد اسماعيل وجنبه محمد شحاته، او ممكن نشوف محمد السيد جنبه محمد شحاته. ومركز 10 بنسبة كبيرة هيبقى أحمد حمدي بعد إصابة للأسف آدم كايد اللي كان جايب مستوى هايل جدا جدا الفترة اللي فاتت. للأسف اتصاب في السمانة وهيغيب تقريبا حوالي 3 أسابيع. للأسف كنا محتاجينه جدا الفترة دي، فترة مهمة جدا وفيها ماتشات كتير، كنا محتاجين يبقى في أكتر من لاعب جاهز.
لكن للأسف حاليا كده بقى أحمد حمدي بس هو الوحيد اللي يقدر يلعب مركز 10 مكان آدم كايد. فبنسبة كبيرة هيبقى أحمد حمدي هو اللي موجود في مركز 10، وقدام الثلاثي الهجومي اللي بنسبة كبيرة جدا هيبقى هو نفس الثلاثي: أحمد شريف ناحية الشمال، والدباغ ناحية اليمين، وناصر منسي مهاجم صريح. وبعدين ممكن الشوط الثاني كابتن معتمد جمال يبدأ ينزل بيتزيرا، ممكن ينزل شيكو بنزا، ممكن ينزل محمد السيد، ممكن ينزل سيف الجزيري، ممكن ينزل ايشو. في لعيبه كتير ممكن تنزل بعد كده الشوط الثاني، لكن بنسبه كبيره هو هيبقى نفس تشكيل ماتش سيسكو، باستثناء محمد شحاته وعبد الله السعيد ممكن يبقى ليهم دور. كل التوفيق للزمالك النهارده، محتاجين نكسب عشان نستمر في المركز الثاني في الدوري. ماتش مهم جدا، وفريق سموحة الجولة اللي فاتت كان قدر ان هو يفوز على بيراميدز 2-1. كان سجل هدفين امادي وحسام اشرف اللي هو اصلا معمر نادي الزمالك. وفريق سموحة عامل مستوى جيد وطيب جدا السنة دي في الدوري. فريق سموحة فايز اخر 4 ماتشات على الحرس، في الكاس مصر على الحرس، وفي الدوري فايز على فاركو وانبي وبيراميدز، وبيحتل المركز الخامس فرق نقطتين بس عن الاهلي وتخطي نادي المصري وزد. بالتالي سموحة يعتبر من الفرق القوية جدا السنة دي. فماتش صعب وماتش مهم جدا، وماتش مش هيبقى سهل. اتمنى الزمالك النهارده يقدر يفوز، اتمنى يكون في دعم كبير من الجماهير، اتمنى يكون في تركيز من اللعيبه ومن المعتمد جمال عشان نقدر نفوز النهارده باذن الله، عشان نبدا نركز اليومين الجايين على ماتش كايزر تشيفز اللي هو ماتش يوم السبت، ماتش مصيري مصيري مصيري. كل التوفيق للزمالك النهارده باذن الله نحقق الفوز. كل التوفيق للعيبه وللكابتن معتمد جمال باذن الله نحقق الفوز النهارده.